تثير قضية الاعتداءات ضد الأطفال قلقا بالغا لدى المنظمات المعنية بحقوق الطفل، وتبث الفزع في قلوب ملايين الآباء والأمهات. وفي الجزائر كشفت منظمة غير حكومية أن أكثر من 10,000 طفل يقعون كل سنة ضحايا اعتداءات مختلفة، من بينها نحو 2000 طفل يتعرضون للاغتصاب. وتقول المنظمة إن هذه الظاهرة تتفاقم في الجزائر في ظل صمت المجتمع والضحايا وغياب عقوبات رادعة في حق الجنات. مع تزايد أعداد الأطفال ضحايا الاعتداءات في الجزائر، دقت هيئات معنية بحماية الطفولة في البلاد ناقوس الخطر. من بين هذه الهيئات منظمة غير حكومية تدعى الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، والمعروفة اختصارا بفوريم. وكشفت فوريم عن أن أرقام الأطفال ضحايا الاعتداءات في الجزائر أكثر بكثير مما هو معلن، وقد تصل إلى 50,000 سنويا، لأنه لا يتم الإبلاغ عن معظم الحالات. ووفق لرئيس فوريم مصطفى خياطي وهو طبيب أطفال، فإن نحو 2800 طفل تعرضوا لسوء معاملة، من بينهم 16 حالة وفاة خلال النصف الأول من هذا العام. وأضاف خياطي أن من بين هذه الحالات نحو 900 حالة اعتداء جنسي ضد قاصري. وهذا النوع الأخير من الجرائم عادة ما يحاط بجدار من الصمت والتستر، صمت حتى من قبل الضحايا أنفسهم وأقاربهم أو الجهات المختصة بسبب محرمات اجتماعية ودينية، وتكون نتيجته المعاناة بدل مواجهة الموقف. وفي بلد يشكل الأطفال فيه نسبة 43% من السكان، فإن غياب التشريعات الكفيلة بحمايتهم يجعل هذه الفئة معرضة لكل أنواع الانتهاكات. ولتوفير أفضل السبل لحماية الأطفال من هذه الجرائم، توصي فوريم وغيرها من المنظمات المعنية في المنطقة بتطبيق عقوبات رادعة ضد المتورطين. لكن الأهم برأي هذه المنظمات هو كسر جدار الصمت عند الحديث عن هذه الظاهرة، خاصة الاعتداءات الجنسية التي ثبت أنها تؤدي إلى اضطرابات نفسية للأطفال مدى الحياة.